تعالوا نبص بصة على أقدم التكوينات الصخرية دي، صخور أكاستا أو أكاستا جينيسيس. الأول خلينا نعرف يعني إيه جينيسيس. جينيسيس ده نوع من الصخور المتحولة بيتكون نتيجة الضغط والحرارة الشديدة، يعني الصخور دي كانت في الأصل صخور نارية أو رسوبية وتحولت بمرور الزمن. تخيلوا إن الصخور دي شافت الدنيا من بدايتها، عاشت كل التغييرات اللي حصلت على الأرض وفضلت صامدة. طيب ليه صخور أكاستا مهمة؟ علشان هي اللي جبنا منها كل المعلومات دي عن تكوين القشرة الأرضية والظروف اللي كانت موجودة في بداية تكوين الأرض. لكن مش كله سالم، في علماء بيقولوا إن الصخور دي مش كافية علشان نفهم كل حاجة عن بداية الأرض. في نظريات بتقول إن الصخور دي ممكن تكون اتعرضت لتغييرات كتير على مدار السنين، وده بيخلي تحليلها صعب والنتائج اللي طالعة منها مش بسيطة. يعني الصخور دي ممكن تكون زي صندوق اسود، في معلومات كتير لكن ممكن يكون ملعوب فيها. في دليل تاني مهم في صخور أكاستا وهو الزيركون اللي وجع دماغنا من أيام الظهر الجهنمي. المعدن ده بيعتبر واحد من أقدم المعادن على وجه الأرض، وباستخدام تقنية التاريخ بالزيركون العلماء قدروا يحددوا عمر الصخور دي ما بين 4 مليار و3 مليار و600 مليون سنة. زي ما قلنا الزيركون ده زي آلة زمن، بياخدنا لورا ملايين السنين علشان نفهم الدنيا كانت عاملة ازاي.